بعد الأحداث المأساوية الأخيرة التي حدثت في كل من الأراضي السورية والتركية نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب مركز مدينة قهرمان مرعش في تركيا وخلف أضرارا كبيرة وآلاف من القتلى والجرحى وتشريد الآلاف في كلا البلدين، ليتبين أن من أحد أهم الأسباب المباشرة في هذا الزلزال هو سياسة حكومة العدالة والتنمية وأطماعها في اختزان ما يقارب 650 مليار متر مكعب من المياه في سدود قد أقامتها على منابع نهري دجلة والفرات. فقد بدأت منذ أعوام ببناء المئات من السدود، على الرغم من تحذير العلماء والجيولوجيين من هذا الأمر مرارا وتكرارا، وأن قيام تركيا باختزان هذه الكمية الضخمة من المياه سوف يجلب الدمار لهذه الدول ولدول الجوار. وقد لاحظنا حجم الدمار الهائل الذي خلفه هذا الزلزال، والعدد الضخم من الشهداء المدنيين والجرحى والعالقين تحت أنقاض المباني المهدمة. وقد اتبعت حكومة العدالة والتنمية سياسة الاحتكار والتمييز باختزانها المساعدات الدولية والإنسانية المقدمة من كل دول العالم، وحرمان المناطق السورية من هذه المساعدات التي تنقذ أرواح العشرات والمئات من المدنيين، بإغلاقها كل المعابر الحدودية مع الأراضي السورية التي قامت باحتلالها في وقت سابق وعدتها جزء من دولة العثمانية التي تنوي إعادة إحيائها، مما زاد معاناة السوريين مع الدمار الذي لحق بهم. وقد رأينا كيف رفض مرتزقة أردوغان من عملاء إدخال المساعدات المقدمة من الإدارة الذاتية إلى مناطق الشمال السوري، حتى لا يؤثر ذلك على علاقتهم مع الدولة التركية على حساب الشعب السوري ودماء الأبرياء العالقين تحت الأنقاض، متناسيين التآخي بين جميع السوريين على كامل الأراضي السورية ليتراجع المرتزقة عن قرارهم بمنع المساعدات بعد اليوم الخامس من الكارثة الإنسانية، عندما ثار الشعب في الشمال السوري والرأي العام على المرتزقة وسياساتهم. وهذا ما يصور لنا حجم الحقد الدفين على كل من ينتقد سياسة تركيا ويحارب مشروعها الاستعماري حتى في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. إننا كحركات شبابية في مدينة الطبقة وريفها ندعو العالم الجميع إلى تقديم يد العون إلى أهلنا في سوريا والمدن التي تعرضت للزلزال المدمر، كما أننا مستعدون لتقديم أي نوع من المساعدات المادية والمعنوية لتخفيف حجم هذه الكارثة على أهلنا، حيث وضعنا مجموعة من المبادرات الإنسانية والأعمال الطوعية للمساهمة في مساعدة شعبنا السوري في هذه الظروف الصعبة. كما نريد أن يصل صوتنا إلى المحتل التركي وأعوانه من المرتزقة بأن مشروع أخوة الشعوب والتعايش المشترك لا يخص فقط مناطق الإدارة الذاتية، وإنما جميع السوريين والشعوب المضطهدة والقابعة تحت حكم الأنظمة السلطوية، فالتعايش والتآخي أكبر من سياساتكم.